بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. النهارده ان شاء الله يا حبايبي، بما ان الاسئله كترت جدا في فيديو المحشي على الموضوع الشوربه، انتي بتزوديها ايه؟ بتزودي المحشي بايه يعني؟ فانا بعتذر لكم بجد حبايبي في الدول العربيه، انا كنت متخيل الناس كلها تعرف. فلما الاسئله كترت قررت ان انا اعمل لكم فيديو عن موضوع الشوربه بتاع المحشي، وبيتزود بايه. احنا في مصر يعني لما بنعمل محشي بناكل معاه طبيعي، يعني فراخ، لحمه مشويه، مسلوقه، ممكن بفتيك لحم، يعني اي حاجه كلحوم خارج المحشي. ما بنعملش زي الشام وناكل لحم مفروم جوه المحشي. فعشان كده لما بنكون هنعمل المحشي بيكون عندنا الفراخ. بتبقى فيه طبعا حلة كبيرة، مش زي دي حلة كبيرة طبعا على قد كمية اللحوم أو اللي هنسلقها أو الفراخ اللي هنسلقها. ولما بتتسلق وتستوي بيبقى عندنا طبعا بنحط معاها بصل، وبنحط معاها حبهان اللي هو الهيل، وبنحط معاها ورق لورا، وبنحط بصلة، ممكن طماطمايه في الشوربة، يعني كذا حاجة كده بتخلي الشوربة بتاعتنا حلوة للمحشي. لو مفيش، أو زي النهاردة كده مثلا أنا هشوي الفرخة علشان محدش مثلا بياكلها مسلوقة. طيب ايه البديل؟ البديل ان انت تجيبي ميه تغلي زي كده، وعندي معلقه صغيره يعني من بتاع الشاي كده صلصه وزبده، طبعا حسب كميه الميه وحسب كميه المحشي. لو هتعملي حله صغيره كده هيبقى بالكميه دي. طبعا لو عيله كبيره وهتعملي محشي كتير، مثلا كيلو ونص رز ولا حاجه، فبتكتري شويه، بتعملي معلقه كبيره زبده مع معلقه كبيره صلصه، وبنحطهم هنا كده. وكمان بنضيف لها مكعبين مرق دجاج، بالنسبة للناس اللي بتقول مرق الدجاج مضر. في دكتور على اليوتيوب اسمه دكتور هاني الناظر اعتقد، ودي حبيبتي في المشتركات قالت لي ان هو قال مرق الدجاج مش مضر زي ما الناس بتقول، وان هو حلله بنفسه وما فيهوش اي مشكلة. هنحط مكعبين مرق دجاج، بتدي للمحشي طعم رهيب. البهار بتاعها بجد بيبقى مميز جدا في المحشي. وانا شخصيا بحب المحشي بالشوربه دي اكتر من شوربه الفراخ. وحتى قلت لاختي عليها، كانت رافضه الفكره تماما. لا طبعا اكيد الفراخ احسن او اللحمه. لما جربتها قالت لي فعلا عندك حق، دي احسن بكتير. وهتتقلب طبعا وهتدوقيها. لو محتاجه تتظبط في الملح هتظبطيها. طبعا هتحتاج ملح، هتزودي لها الملح بتاعها. ولو الكمية طبعا أكتر من كده في المية هتحتاجي يعني مكعبين زيادة أو مكعب، يعني حسب الكمية اللي انت هتسقي بيها المحشي بتاعك. كده الشوربة بتاعتنا بتاعت المحشي جاهزة خلاص. كده وهي بتغلي بتزوديها على المحشي بتاعك، سواء محشي كرنب، سواء محشي بتنجان، سواء محشي كوسة، فلفل، ورق عنب. الشوربة بتبقى كويسة جدا. معلقة الزبدة لازمتها ان هي بتدينا اللمعة الحلوة للمحشي، طبعا بتبقى بديل عن الدهون اللي في الدجاج او في اللحم. الصلصة كمان بتدي لون حلو للمحشي. والمرق الدجاج بيدينا البهار، طعمها بتبقى حلو جدا. وبتظبطي طبعا ملحها، اوعي تنسي لازم تدوقيها ويكون الملح بتاعها مظبوط. دي الشوربة بتاعة المحشي ما فيهاش اي مشاكل خالص. لو انتي حابة تشوي الفراخ، لو انتي حابة تعمليها بأي شكل تاني، حابة تعملي بفتيك، كباب حلة، لحمة، يعني مش لازم ترتبطي ان انتي عشان عندك محشي يبقى عندك شوربة من الفراخ او من اللحم. ممكن تعمليها بالشكل ده وجربيها وان شاء الله هتعجبك اكتر من العادية. ويا رب اكون افدت حبايبي في الدول العربية. الدنيا سهلة والمحشي سهل جدا ان شاء الله. وبس خلاص، صلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.